تشارلز كولين، الاسم اللي هيفضل محفور في ذاكرة القتلة المتسلسلين. طبيب وممرض، مفروض إن هو يكون ملاك رحمة ينقذ حياة المرضى، ولكنه اختار العكس تماماً. حول حياة الضحايا بتوعه الجحيم وأخذ أرواحهم بطريقة باردة ومنظمة. إزاي راجل مفروض إن هو يداوي المرضى قدر إن هو يتحكم في حياتهم وموتهم، وإزاي قدر يهرب من العدالة طول السنين دي كلها؟ في القصة دي هنحكي لك كل التفاصيل من طفولته المظلمة لنهاية مشواره المروع الإجرامي واللي من خلاله قتل أكتر من 400 ضحية. أنا محمد موافي وأنت بتتفرج على كريمنال بالعربي. ما بين سنة 1988 ولحد سنة 2003 تشارلز كولين ارتكب 29 جريمة قتل للمرضى بتوعه، وده كان عن طريق إن هو بيحقنهم بجرعات قاتلة من جرعات الدواء بتاعتهم. والغريب إن الضحايا بتوعه مش بس كان الحالات اللي ميؤوس منها، ده كان في منهم ناس على طريق الشفاء، ولكن حياتهم انتهت على إيد الراجل المفروض إن هو ينقذهم. ولما اتقبض عليه أخيراً سنة 2003 المحققين اكتشفوا إن الرقم ده ممكن يكون أكبر بكتير من إنه هو ممكن يكون 29 جريمة فقط. في ناس بتقول إن الضحايا الحقيقيين عددهم ممكن يوصل ل 400 ضحية، وده بيخلي كولين واحد من أكتر القتلة المتسلسلين دموية في التاريخ كله. ولكن هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي تشارلز كولين قدر إن هو يقتل كل العدد ده من الضحايا وبرضه يفلت من العقاب طول السنين دي كلها؟ قبل ما يكون قاتل متسلسل وبلا رحمة، تشارلز كولين كانت طفولته مليانة موت واكتئاب وإحساس إنه بلا قيمة. طبقاً لجدول زمني لقسم علم النفس في جامعة رادفورد، كولين كان عنده 7 شهور بس، وده لما والده توفى، وده كان في شهر سبتمبر 1960. تشارلز كولين وهو عنده 9 سنين حاول إنه ينتحر. جمع شوية مواد كيميائية من علبة الكيمياء اللي كان بيلعب بيها وخلط المزيج ده كله مع بعضه وشرب المواد دي. كولين هنا ما كانش عنده أصحاب كتير، ودايماً كان بيتعرض للسخرية في المدرسة. ولما كبر شوية ابتدى إن هو ينجذب لكتابة دوستويفسكي، وبخاصة رواية الجريمة والعقاب، واللي بتحكي عن راجل ارتكب جريمة قتل وفي نفس الوقت والدته توفت في حادث عربية، ودي كانت صدمة جديدة انضافت على كل اللي حصل ليه قبل كده. ولكن التنمر ما وقفش عند حدود السخرية فقط، لا ده في المدرسة الثانوية الأمور ازدادت من أسوأ لأسوأ. وفي مرة من المرات حضر حفلة لكن زمايله هناك عذبوه بالكلام وبالإهانات، ولكن كولين ما قدرش إن هو يسيب الموضوع يعدي بالساهل، فقرر إن هو ينتقم. جاب مبيد خاص بالفئران وحطه في المشروبات بتاع زمايله، ولكن لحسن الحظ المحاولة دي ما قتلتش أي حد منهم. في إبريل 1978 كولين ترك المدرسة الثانوية وانضم للبحرية الأمريكية، وهناك بدأ إن هو يتدرب إن هو يكون فني للصواريخ الباليستية. ولكن للأسف الحياة هناك في البحرية ما كانتش مختلفة كتير عن المدرسة بالنسبة له، نفس التنمر ونفس الإهانات ونفس العزلة. زمايله في الطاقم اللي هو كان شغال فيه كانوا دايما يسخروا منه ولقبوه بفيش بيلي أو بطن السمكة، علشان كان بشرة كولين لونها باهت شوية. وفي يوم من الأيام اتمسك كولين وهو سارق بلطو من المستشفى ولابس كمامة ولابس جوانتيات في إيده وقاعد قدام لوحة تحكم الصواريخ. الموقف ده اتسجل ضد كولين ونقلوه لسفينة تانية، وبعدها ب3 سنين تم تسريحه مباشرة من البحرية. ولكن لحد النهاردة محدش قادر يحدد هل كان التسريح بسبب طبي أو بسبب نفسي. وبعد تسريحه من البحرية تشارلز كولين بدأ إن هو يفكر يبتدي حياة جديدة، فالتحق بمدرسة التمريض التابعة المستشفى ماونتن سايد، ودي كانت موجودة في مونت كلير في نيو جيرسي. وفي ربيع 1987 حصل شوية تغيرات كبيرة في حياته. اتخرج من مدرسة التمريض واتجوز من مبرمجة كمبيوتر اسمها أدريان توب، وفي الوقت اللي المفروض يكون فيه مبسوط وبيبتدي حياة مستقرة جاله خبر وفاة أخوه جيمس كولين، وده رجع له مرة تانية إحساس الفقدان والاكتئاب اللي كان بيحس بيه في طفولته. وفي شهر يونيو من نفس السنة دي بدأ أول وظيفة ليه كممرض، وده كان في وحدة الحروق في مستشفى سانت برناباس الطبي اللي موجودة في ليفينغستون في نيو جيرسي. هناك وبعد سنة واحدة بس ارتكب أول جريمة قتل ليه. أول ضحية ليه كان اسمه جون يانجو، قاضي كان معروف في جيرسي سيتي، راجل متقاعد وعنده 77 سنة. جون دخل المستشفى بعد ما تعرض لحريق وكان عنده حروق صعبة من كام يوم، وكان موجود في وحدة الحروق وكان بيتلقى العلاج بتاعه. ولكن بدل ما كولين يساعده ويقف جنبه حقنه بالعمد بجرعة قاتلة من ليدوكايين، ودي مادة مخدرة وقوية أنهت حياته فوراً. ومن اللحظة دي بدأت العتمة اللي كانت مستخبية جوه كولين إنها تسيطر عليه. بقى بيشرب كتير جداً وبقى عدواني مع الأسرة بتاعته لدرجة إنه ابتدى يتعدى عليهم وبشكل متكرر. التعذيب بتاعه للأسرة بتاعته ما كانش بس نفسي أو بالكلام، ده وصل لدرجة قاسية جداً خاصة في شهور الشتاء.
كان بيتعمد إن هو يطفي التدفئة في البيت ويجبر مراته وبنته الصغيرة إن هم يعيشوا في برد قارس وبدون رحمة. وكمان وصل به الحال إنه يعذب الكلاب بتوعه الاتنين، وكان نوعهم يوركشاير، وكان دايما بيحطهم في صندوق الزبالة وكأن حياتهم ما تسواش أي شيء عنده. سنة 1992 اتفصل من مستشفى سانت برنابس، وبعدها اشتغل في وحدة الرعاية التاجية في مستشفى وارن. وفي نفس السنة دي اتولدت ليه بنته التانية، ولكن ده ما غيرش أي شيء في الطباع بتاعته، بل بالعكس العنف والتعذيب اللي في البيت استمر وزاد عن حده، لحد ما مراته خلاص ما بقتش قادرة تستحمل ده، فسابته وقدمت ضده شكوى للعنف الأسري وطلبت الحماية ضده. لكن المفاجأة إن القاضي قال إن كولين مذنب، بس بسلوك غريب مش تهديد مباشر بالعنف، وده خلى كولين يفلت مرة تانية من العقاب. ولكن بعد الطلاق حالته النفسية ساءت أكتر وأكتر، وحاول ينتحر مرتين كمان، ومع اليأس بتاعه اللي بيزيد أفعاله الإجرامية اتضاعفت لدرجة إنه اعترف إنه تسبب في موت ضحيتين في نفس الفترة دي، وكمان اقتحم بيت واحدة وبدون أي سبب منطقي. ولكن للأسف ميوله للعنف موقفش لحد هنا، بالعكس بدأ يكبر ويتعاظم العنف جواه للسنين الجاية، وكأن كل حركة بيعملها في حياته بتقربه أكتر للغرق التام في الظلام. على مدار السنين اللي بعدها كولين كان بيتنقل من مستشفى للتانية كأنه بيهرب من الماضي بتاعه، ولكن في الحقيقة هو كان بياخد الماضي ده معاه. كل ما كان بيروحه ما بيسيبش وراه غير جثث ومقتولين ملهمش أي ذنب إلا إنهم وقعوا تحت إيده. وفي شهر سبتمبر سنة 2002 بدأ يشتغل في مركز سومرسيت الطبي، وهناك أطلق العنان لأكثر فترة دموية في المسيرة الإجرامية بتاعته. في خلال سنة واحدة بس تسبب في موت ما لا يقل عن 13 مريض. ما بين الضحايا دول كان مايكل سترينكو، وده كان شاب عنده 21 سنة. مايكل دخل المستشفى عشان يعمل عملية بسيطة في الطحال، عملية مفروض إن هو يتعافى منها بسهولة ويرجع لحياته الطبيعية، ولكنه بدل ما يخرج سليم خرج جثة. كولين حقنه بجرعة قاتلة من مادة اسمها نور أدرينالين، وأنهى حياته القصيرة قبل ما تبدأ. بعد سلسلة الوفيات اللي ما كانتش مفهومة، وده كله في خلال سنة واحدة، الشكوك حواليه بدأت تكبر. أطباء وممرضين بدأوا يهمسوا عن تصرفاته الغريبة، والإدارة هنا بدأت تاخد بالها منه. وأخيراً الضغط بقى كتير كفاية إن هم يبتدوا يفتحوا تحقيق في الموضوع ده. وأخيراً لحظة الحساب بتاعته جت في ديسمبر سنة 2003. التحقيقات اللي حصلت في المستشفى بدأت تكشف الخبايا اللي كولين كان مخبيها وراه لسنين. اتضح ان هو كان بيدخل على ملفات طبية لمرضى هم اساسا مش موجودين في رعايته، وكان بيطلب تركيبات غريبة ومش مفهومة من الادوية. تصرفاته كانت ملفتة بشكل كبير لدرجة ان الشبهات دي كلها اتحولت لأدلة فعلية، وكل الناس حواليه ابتدت هنا تربط النقاط ببعضها. واتضح ان سلسلة الوفيات الغامضة في كل المستشفيات اللي اشتغل فيها وراها شخص واحد بس، تشارلز كولين. وفي اللحظة دي كانت بداية النهاية، مش بس لمشواره المهني ولكن لحريته كلها. في المحاكمة تشارلز كولين حاول ان هو يبرر الجرائم بتاعته، وقال انه كان عايز يخلص الضحايا بتوعه من المعاناة بتاعتهم. ولكن الحقيقة المرة ان كتير من الضحايا بتوعه ما كانوش بيعانوا اصلا، لا بالعكس ده كانوا في طريقهم للتماثل للشفاء التام. كولين بنفسه اعترف ان هو قتل 40 ضحية، ولكن المحققين رسميا قدروا ان هم يثبتوا عليه 29 جريمة فقط. ومع ذلك في تقريرات وتقديرات بتقول ان العدد الفعلي ممكن يوصل ل 400 ضحية، وده لو صح تشارلز كولين بيكون واحد من اكثر القتلة المتسلسلين دمويا في تاريخ البشر كلهم. المحكمة حكمت عليه ب11 حكم مؤبد سجن كلهم ورا بعض بدون اي فرصة ان هو ممكن يخرج، ولحد النهاردة محدش قدر ان هو يحدد اي دافع يخليه يعمل كل الجرائم دي. في جلسات المحكمة لما عائلات الضحايا وقفوا ان هم يواجهوه، كولين كان قاعد ثابت جدا ومغمض عينيه وكأنه مش عايز يسمع او يشوف اي حاجة. ولكن في واحدة من بنات الضحايا بصت له وقالت له: انت كان المفروض تكون ملاك رحمة تريح الناس من ألمهم، ولكن بص حواليك في قاعة المحكمة، انت ما ريحتش اي حد، انت انهيت حياة كل الناس. وفي نفس الوقت اللي كولين كان محبوس فيه، عائلات الضحايا كانوا بيحسوا بشوية راحة وإنصاف للناس اللي فقدوهم. ومع مرور الوقت القصة بتاعته اتخذت درس لكل الناس. حتى لو الشخص يبدو ان هو طبيب او ملاك، الظاهر مش هو دايما بيعكس الحقيقة، لكن في الاخر الحقيقة بتبان والعدالة بتتحقق. وبكده النهاية مش بس لعنة على كولين، لكن برضو رسالة للناس عن قوة الصبر والعدالة، وإن مهما طول الليل النهار في الآخر بيجي. بالرغم من الظلام اللي سببه تشارلز كولين، العدالة هنا والحق قدروا إن هم ينتصروا عليه، وبقى درس محفور في ذهن كل اللي عرف القصة بتاعته. لا أحد فوق القانون ولا أحد قادر إن هو يهرب من الحقيقة. تشارلز كولين بقى محبوس طول عمره، منفصل عن العالم اللي دمره بأفعاله، من غير ما يكون عنده أي قدرة إن هو يأذي أي حد تاني. وأهالي الضحايا اللي عاشوا في ألم وصدمة أخيراً لقوا شعور بالراحة وإن الحق ظهر في النهاية. وبكده ظلام تشارلز كولين انتهى، والعالم حواليه قادر إن هو يتنفس بحرية.
والقصص اللي عاشها أهالي الضحايا والضحايا ما راحتش هباء، بل اتحولت لتحذير عن قوة الحق والعدالة. انت دلوقتي كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بنجيب لك فيه أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وروح شوف الحلقات اللي فاتت واستنانا في الحلقات اللي جاية، وسيب لنا كومنت قول لنا رأيك في الحلقة دي. شكرا لكم.